الوصفة دي اللي مش بيحبوا الكوسة هيحبوها، والأطفال نفسهم هيعشقوها. خطيرة، طعمها تحفة، لا لوحده بيتكلم أصلا. تحفة، شكله تحفة، خطير خطير خطير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل وصفة جديدة أول مرة أعملها وصحية قوي. هنحتاج كوسة وفلفل وبصلاية وحوالي ربع كيلو بانيه وبهاراتنا جنبنا. هنبدأ الأول نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع الخضار الأول. كده قطعنا الخضار والبانيه بتاعنا. طاسة على النار هنحط فيها حتة سمنة، وهننزل بالخضار بتاعنا الكوسة الأول، ومعاها شوية من الفلفل وشوية من البصل، وهديله تشويحة كده بسيطة. أول ما لونه يبدأ يغير معايا هنزل عليه بالبهارات بتاعتي، رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ورشة من السبع بهارات ورشة من جوز الطيب. الطاسة مش هغسلها، هشيل الكوسة على جنب واحطها على النار فيها معلقة من السمنة، وهنزل بالبانيه بتاعي. اول ما انزل ميته هبدأ احط الخضار بتاعي كله، باقي الفلفل وباقي البصل، وهقلب. اول ما الاقيه نشف كده هنزل بالبهارات بتاعتي، نص معلقة صغيرة من الكاري، رشة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، رشة من جوز الطيب، رشة من سبع بهارات، وهدي تقليبة لحد ما ينشف خالص. وهبدأ ارفعه من على النار وهحط البشاميل دلوقتي. البشاميل بتاعي خفيف، هحط معلقه من السمنه عليه 3 معالق من الدقيق، وهبدا اقلبه. هجيب كيس لبن بخيره وهحطه كله وهبدا اقلب. اول ما يغلي معايا هنزل بمكعب مرقه ورشه من الفلفل الاسود ورشه من جوز الطيب، وهقلب لحد ما اسيبه يغلي وهرفعه من على النار. الملح علشان يطلع مظبوط لازم تبقى النار من اول البدايه واطيه عليه، النار تبقى هاديه عليه، ما نعليش النار عليه خالص. دي خطوه مهمه قوي عشان البشاميل ما يكلكعش معانا. لو كلكع معاكي، وده مش هيحصل لو انت مهديه عليه النار، ممكن تعملي بالهاند بلندر او تحطيه في الخلاط، هيفك كل الكلاكيع بتاعته، ورجعيه تاني على النار والغلوه، وبعد كده ارفعيه من على النار. واخر مرحله الطبقات. نبدأ نرص البايركس بتاعنا بالطبقات زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الكمية اللي انا عملتها قليلة، انا كان عندي حوالي 5 أو 6 كوسات، وكان عندي ربع كيلو بانيه، فقلت استخدم الحاجة دي عشان بس متبلش في التلاجة. واكلة مفيدة جدا، وكلها مصادر غذائية وفوائد غذائية وبروتين ولبن، وهحط لها شوية جبنة هكتر البروتين بتاعها، وكوسة، يعني حاجه كده جامده قوي، وكلها عناصر غذائيه وحلوه وبتتاكل تحفه، طعمها خطير، والاولاد هيحبوها قوي. انا بنتي ما بتاكلش الكوسه وكلتها بالطريقه دي والله. جنبها بقى شويه رز ابيض، حاجه خطيره. على الفرن 180 هنولع من تحت بس، وتقعد حوالي 20 دقيقه، وبتاخد وش. مش مولعه عليها الشوايه ولا اي حاجه، انا ولعت عليها بس من تحت خالص، واخدت 20 دقيقه في الفرن. وده شكلها لما طلعت خطيره وريحتها حلوه قوي. ويلا بقى هندوق. شايفين دايبه قوي كده. انا بحب البشاميل يبقى دايب كده عشان كانه صوص، بقى طعمها تحفه، سخنه جدا.
خطيره خطيره وسهله قوي، ما خدتش مننا اي وقت خالص. ما تنسوش الاشتراك في القناه، والف هنا وشفا وباي باي.